السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين المنورين سنة 6، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. معاكم طبعا كنوز الرياضيات ومس سحر صبري. وحشتوني كتير كتير. انا عارفة ان انا قصرت معاكم الترم ده، معلش لاني كنت تعبانة جدا. يا ريت دعوة ليا كده من القلب، لاني محتاجة دعواتكم قوي قوي قوي. بس قلت طبعا ما ينفعش يعدي الترم ده الا لما اعمل فيديو خاص بالمهام الأدائية وازاي تحل كل مهمة. طبعا يا باشمهندس كلنا عارفين ان المهمه الادائيه عليها 35 درجه. النهارده مع كنوز الرياضيات ان شاء الله ومس سحر هتفهم المهام كويس قوي. هتجيلك منهم مهمه بنفس الارقام، بنفس الدرجات، بنفس الشكل. ان شاء الله تفهم الاسئله لانها هي عباره عن اسئله من المنهج اللي انت درسته. فان شاء الله الاسئله هتبقى سهله ونبسط عليكم المهمه باذن الله. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما ننساش الاشتراك في القناه وعمل مشاركه في الفيديو، ويا ريت دعوه من القلب لمس سحر. ومش هطول عليك ويلا بينا. طبعا زي ما اتفقنا المهمة عليها 35 درجة. هنبدأ دلوقتي بأول نموذج معانا، وأول مهمة بيقول لي صل من العمود أ وج. ده يناسب نموذج عملية القسمة في العمود ب. أنا عندي أ وب وج. أنا دلوقتي هوصل ج وألف ب النموذج الخاص بيهم. طيب ج زي ما احنا شايفين مع بعض عملية اسمها نص على ربع. سهل طبعا ان انا اعرف النموذج بتاعها واعرف الاجابة بتاعتها على طول. فالاول هنوصلها بالنموذج وبعدين هقول لك هتعمل ايه. نص على ربع. طبعا احنا لو بصينا دلوقتي مين النموذج هنا اللي مقسوم 2؟ فين النموذج اللي مقسوم نصين؟ اهو ادي النموذج مقسوم 2. طب كل نص فيه كام؟ اما اجي اقسمه على ربع فهقسمه لاربع تربع، هيبقى في كام ربع؟ 2. تمام. النص معروفه طبعا. في كام ربع؟ 2. يبقى انا لما اجي هوصل النموذج نص على ربع بالنموذج طبعا اللي متوصل نصين وكل نص فيه ربعين، وهوصله برقم 2. طيب انا يا مس سحر ما بعرفش اجيب الاجابه، ما اعرفش النص فيه كام ربع، او من النموذج ما اقدرش احدد ان الاجابه 2. ازاي يا مس سحر اجيب الاجابه؟ هقول لك يا باشمهندس. من السهل ان انت تعرف النموذج انهي اللي بيحدد عمليه القسمه اللي هي نص على ربع. هتشوف طبعا النموذج اللي مقسوم النص كام نص والربع، ولكن انا عايزه اعرف الاجابه هتبقى ايه؟ هقول لك انا بكل سهوله. لما نيجي نحل عمليه قسمه وبكل سهوله، اول حاجه تعملها شرطه كسر. يبقى انا اللي انا هعمله شرطه كسر. تمام. بعد ما بتعمل شرطه الكسر بنيجي نعمل عمليه مقص وتضرب 1 في 4 ب4. 1 في 4 ب4. تمام. طيب وهعمل عمليه مقص الناحيه الثانيه 1 في 2 ب2. طيب 4 على 2 فيها الكام؟ ال2. يبقى الاجابه عندي 2 في منتهى السهوله. يبقى انا لو مش هعرف احدد عمليه القسمه او الاجابه من خلال النموذج، شد شرطه كسر واعمل عمليه مقص. 1 في 4 ب4 اكتبها فوق، 1 في 2 ب2 اكتبها تحت، 4 على 2 فيها ال2. طيب بعد كده النموذج الثاني عمليه القسمه بتقول 3/4 على 3. هتقول لي ما خلاص بقى يا مس سحر ما معروف ان ما فيش غير النموذج الثاني اللي باقي. اقول لك لا يا باشمهندس، برضو لازم تفهم ازاي 3/4 على 3. طبعا 3/4 على 3 لو احنا جينا بصينا برضو هتشوف النموذج اللي بيتقسم 4 وبتلون منه 3 اهو. طيب لما اجي اقسم دول على 3 يبقى كل واحد فيه كام؟ ربع. 3/4 على 3 يبقى كل واحد بربع. وبرده ممكن نعملها بنفس الإجابة. هتضرب عملية مقص وهتيجي تختصرها تطلع عندك ربع. فهمنا يا باشمهندس ازاي تحلها بالطريقة العادية أو من خلال النموذج؟ تمام. نيجي لرقم ب. بيقول لي أكمل الجدول التالي. عندي مثلث أ ب ج، طول القاعدة، طول الارتفاع، مساحة سطح المثلث. ادي المثلث عندي. فين القاعدة بتاعتي يا باشمهندس؟ القاعدة بتاعته اللي تحت. طولها كام؟ 5 سم. يبقى انا عندي طول القاعدة 5 سم. تمام. الموضوع سهل جدا يا مس سحر فعلا. طول القاعدة 5. حلو. طيب فين الارتفاع؟ طبعا كلنا عارفين الارتفاع بتاعه اللي جنب ده، وادي الارتفاع اهو. الارتفاع كام؟ 4 سم.
يبقى الارتفاع 4 سم. حلو قوي. طيب المساحه بتساوي ايه؟ مساحه سطح المثلث بتساوي نص طول القاعده في الارتفاع. فانت يا باشمهندس هتيجي تقول نص الخمسه في 4، نص الخمسه 2 ونص، 2 ونص في 4 ب10. واحد تاني هتقول لي يا ميس سحر انا ما اعرفش انا اضرب الانصاص واتنين ونص والكلام ده كله. هقول لك خلاص يا باشمهندس ولا تزعل نفسك. يا سلام، هات نص الاربعه واضربها في 5. نص الاربعه 2، 2 في 5 ب10. ادي الموضوع في منتهى السهوله. واحد تاني هقول له خلاص يا باشمهندس اضرب 4 في 5 ب10 وهات نصهم. سوري 4 في 5 ب20 وهات نصهم. نص ال20 كام؟ 10. فعندك كذا طريقه عشان تحسب بيها المثلث. يبقى لا اما اجيب نص الخمسه 2 ونص في 4 ب10، لا اما اجيب نص الاربعه 2 في 5 ب10، لا اما اضرب طول القاعده في الارتفاع واجيب نصهم. الموضوع سهل، ده سهل جدا يا ميس سحر. ادي المهمه الاولى وما خدتش معانا وقت خالص. شفت الموضوع سهل ازاي؟ ننقل على المهمه الثانيه. طبعا نجهز كشكول وقلم وجاوب معايا كده وشوف الاسئله في منتهى السهوله. النموذج الثاني بيقول لي سؤال الف استخدم محمد 3 كرات بيضاء و2 كره سوداء لعمل النمط التالي. اكمل. اول حاجه النسبه بين الكرات البيضاء والكرات الى الكرات السوداء. طبعا كلنا عارفين ان النسبه بتساوي العدد الاول الى العدد الثاني. طب العدد الاول خاص بايه؟ بالكرات البيضاء. الكرات البيضاء 3، اقول له 3 الى الكرات السوداء 2. يبقى 3 الى 2. شفتوا الموضوع سهل جدا. يبقى 3 الى 2. تمام. تاني 3 الى 2. يبقى انا لما باجي اكتب طبعا نغير بس اللون. لما بنيجي نكتب النسبه يا باشمهندسين بكتبها ازاي؟ بتشوف الرقم الاولاني خاص بايه تكتب رقمه، والنسبه الثانيه خاصه بايه واكتب رقمها. نكتب من الشمال زي ما احنا عارفين العدد الاول الى العدد الثاني. طيب اذا استخدم محمد 6 كرات بيضاء فان عدد الكرات السوداء اللازمه لاستكمال النمط. بص يا باشمهندس عدد الكرات البيضاء كانوا 3، خلاها 6، عمل فيها ايه؟ ضاعفها. بدل ال3 6. طب الكره السوداء 2، يبقى انا هضاعفها. بدل 2 يبقوا كام؟ 4. الموضوع سهل ماشي. يبقى انا ضاعفت الكرات البيضاء، خليت ال3 بقت 6، يبقى انا هضاعف ال2 اخليهم 4. تمام. طيب اللي بعده بيقول لي الثلثين بيساوي كام؟ بيساوي كام؟ طبعا اول لما الاقي يساوي يبقى دي الكسور المكافئه. بضرب في اي اعداد انا عايزاها ما عدا الصفر والواحد. طيب تمام. طب انا هضرب في ال2 وال3. طيب تعالوا نضرب مع بعض. 2 اضربها 2 في 2 ب4. زي ما ضربت البسط يا باشمهندس بنضرب المقام. انا ضربت في كام؟ في 2. 2 في 2 ب4 يبقى 3 في 2 ب6. طيب الكسر اللي بعد كده المكافئ ليهم نفس الكلام. هروح اضرب في 3. 2 في 3 ب6. 3 في 3 ب9. يبقى انا اول لما الاقي علامه تساوي يبقى دي الكسور المتكافئه. الكسور المتكافئه احلها ازاي؟ اضرب الكسر الاصلي في اي اعداد انا عايزاها ما عدا الصفر والواحد. فانا هضرب في 2 يبقى 2 في 2 ب4، 3 في 2 ب6. طيب هضرب في 3، 2 في 3 ب6، 3 في 3 ب9. ادي سؤال الف خلص بمنتهى السهوله. طيب ب بيقول لي في المستوى الاحداثي حدد انعكاس النقاط A B C حول محور X. عشان احدد محاور او الانعكاس بتاع النقاط بمنتهى السهوله. لما تيجي تحدد يا باشمهندس الانعكاس، شوف الانعكاس ده هعمله عند اي محور X ولا Y. طيب انا هعمل انعكاس حول X، يبقى انت هتخلي X زي ما هي والرقم بتاع Y هو اللي هيتغير. طب انا هعمل انعكاس حوالين واي، يبقى واي هي اللي هتبقى زي ما هي ورقم اكس هو اللي هيتغير. يبقى انا لما اجي اعمل الانعكاس يا باشمهندس هتشوفوا انت هتعملوا محور ايه. ده انا عايزه في محور اكس، يبقى اكس هتبقى زي ما هي، واي هي اللي هنغير اشارتها. فعشان نبقى فاهمين
انت هتيجي تقول ايه بتساوي، انا هعملها بره بس هو بيقول لي حددها على المستوى الاحداثي، فانا هنحددها ازاي؟ اكس ب3 يبقى هتبقى 3 زي ما هي. واي ب2 لا انا هغيرها هتبقى -2. يبقى انا عندي انعكاس النقطة A هيبقى عندي 3 وسالب 2. طيب تعالوا نحددها بمنتهى السهولة على المستوى الإحداثي. المستوى الإحداثي هو فين التلاتة أهم؟ هنزل عندي -2 وهعمل نقطة واسميها إيه؟ تمام؟ تمام، في أي مشكلة؟ لأ. يبقى دي أول حاجة أنا حددتها. تمام. النقطة التانية B، البي عندي كام؟ -3 وسالب 5. طيب زي ما اتفقنا محور اكس يبقى -3 زي ما هي، -3 زي ما هي، بس الواي هتتغير، بدل -3 بدل -5 هتبقى 5. يبقى انا عندي البي الانعكاس بتاعها هيبقى الاكس زي ما هي -5، الواي سوري، الاكس زي ما هي -3، الواي هي اللي هتتغير هتكون ب5. الله يا مستحر. طيب احددها ازاي يا مستحر بمنتهى السهوله يا باشمهندس؟ ادي -3 هي هطلع -3 و5، ادي -3 هي هنطلع بقى فوق 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 عندي ال5 هعمل نقطة واسميها بي. تمام تمام. الله ده الموضوع سهل جدا. طيب النقطة سي 7 و0. طيب تعالى اعكسها على محور اكس، يبقى هي نفس النقطة مش هتتغير. ليه؟ ما هي 7 هتفضل 7 والصفر اعكسه، ما هو صفر، الانعكاس بتاعه صفر، العدد الموجب الصفر لا موجب ولا سالب. فنقطة اما تكون عندي الاكس برقم والواي بصفر وعايز اجيب انعكاس النقطة على محور اكس، تبقى هي نفس النقطة، فنفس النقطة هتبقى عندي 7 والصفر. فهمنا يا باشمهندسين؟ في اي مشكلة عندي؟ لا. الله يا مستر سحر ده الدنيا زي الفل. يبقى لما يكون عندك زوج مرتب الاكس موجودة والواي عندي بصفر وانا بعمل الانعكاس على الاكس، تبقى زي ما هي النقطة ما بتتغيرش، لان الاكس هيبقى زي ما هو والصفر هو الصفر. تمام؟ في اي مشكلة؟ انعكاس 0 0. طيب ادي ده الله، ادي المهمة التانية خلصناها في ثانية. النموذج الثالث استخدم الجزء المظلل بالنموذج التالي في ايجاد كل منه. اول حاجة كسر اعتيادي. كلنا طبعا يا باشمهندسين عارفين النموذج اللي قدامي ده اللي هو بيمثل طبعا 100، يبقى النموذج اللي عندي ده 100. حلو قوي. طب الكسر الاعتيادي يا باشمهندسين معناه بسط ومقام. عارفين ان الكسر الاعتيادي بسط ومقام. البسط الجزء المتلون، انا متلونه كام؟ تعالوا نعد. هنعد 1 2، ما هو ده على بعضه ب10. خلاص بقى، يبقى دي 10 20 30 40 41 42 43 44 45 46. يبقى انا عندي الجزء المتظلل فوق 46. طب كل النموذج كام يا باشمهندسين؟ بالصحة اللي لسه قايله كل النموذج 100. يبقى انا عندي الكسر الاعتيادي بسط ومقام. الكسر الاعتيادي ايه يا باشمهندسين؟ بسط ومقام. طب فين يا مس سحر البسط؟ هقول لك يا باشمهندس البسط الجزء المتظلل، انا متظلله كام؟ 46. طب كله على بعضه بكام؟ ب100. في اي مشكله؟ لا خالص، ده الدنيا يا مس سحر زي الفل وسهله جدا جدا. اكيد طبعا مع مس سحر اعرف ان الدنيا هتبقى زي الفل وسهله جدا جدا جدا. تمام، نشوف اللي بعده. طيب كسر عشري
يعني ايه كسر عشرية؟ بتسحر كسر عشرية يعني علامة عشرية، برافو. 46 على 100 يعني 46 من 100، العلامة بعد رقمين. كل اللي عليا هحط العلامة، يبقى 46 على 100 الكسر العشري بحط العلامة بعد رقمين يعني 46 من 100. طب نسبة مئوية سهلة جدا، 46 على 100 في 100 يعني 46%. شفتوا؟ سهلة جدا. 46 على 100 نسبتها المئوية يعني نضرب في 100 يبقى 46%. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي 54% من 100. بص بقى يا باشمهندس، لما اديك نسبة من رقم، والسؤال ده دايما بيجي في الامتحان، نسبة من رقم، اعمل ايه يا مس سحر؟ خد الرقم 100 اضربه فيه النسبة اللي عندك 54 على 100. ايه ده؟ بس كده؟ بس كده. خد الرقم اضربه في النسبة اللي عندك 54 على 100. ال100 هتطير مع ال100 يبقى ايه يا باشمهندسين يا دكاترة؟ ال100 طارت مع ال100 يبقى عندي ال54. بس ادي اول سؤال خلص، سهل جدا. طيب الله، ده الدنيا تمام تمام. نشوف رقم ب. ادي رقم الف خلصت في ثانيه، ما خدتش مني وقت. طيب ب، اكمل الجدول التالي. مديني شبه منحرف ا ب ج د، بيقول لي مساحه المستطيل، مساحه سطح المثلث، مساحه سطح شبه المنحرف. بص يا باشمهندس، اصلا المفروض المستطيل ان هو سوري شبه المنحرف انا المفروض بقسمه. شوف هو مقسمه لي جاهز، طبعا بقسمه لي المثلث والمستطيل. بعد كده بعمل ايه؟ بجيب مساحه المستطيل واجيب مساحه المثلث واجمعهم على بعض يديني مساحه شبه المنحرف. طب نمشي واحده واحده. مساحه المستطيل يا مستحر، مساحه المستطيل بيساوي الطول في العرض. الطول في العرض، الطول 6 والعرض 4، يبقى 6 في 4 بيساوي 24. واو ايه السهوله دي؟ يبقى مساحه المستطيل 6 في 4. في حاجه؟ لا. فيها مشكله؟ لا خالص يا مستحر، ده تمام التمام. طيب مساحه المثلث لسه قايلينها فوق، مساحه المثلث بتساوي حاجه من 3 طرق. لا اجيب نص القاعده في الارتفاع، لا اجيب نص الارتفاع التاني في القاعده، لا اضربهم في بعض واقسم على الاثنين. طيب القاعده عندك كام يا باشمهندس؟ 2. الارتفاع كام؟ 4. يبقى هجيب نص الاثنين في 4، او نص الاربعه في 2، او اضربهم وهات نصهم. الله يا مستحر سهله جدا. اضرب 2 في 4 على الاثنين يعني بجيب نصهم. كلمه على دي يعني بجيب نصها. 2 في 4 8. نص 8 كام؟ 4. تمام؟ يبقى انا ضربت 2 في 4 ب8 وهات نصها 4، او نص الاثنين 1، 1 في 4 ب4، او نص الاربعه 2، 2 في 2 ب4. بكل الطرق هتيجي. خلاص؟ طيب يبقى شبه المنحرف بيساوي ايه؟ اجمع الاثنين يا باشمهندس. 24 زائد 4 يبقى 28. فيها اي مشكله او اي صعوبه؟ اديني بسطت لك كمان مساحه شبه المنحرف. عرفت انت على طول مساحه شبه المنحرف بيساوي ايه؟ بجيب مساحه المستطيل واجيب مساحه المثلث واجمعهم مع بعض. الله، ادي المهمه الثالثه خلصت في منتهى السهوله. نيجي نموذج 4 والمهمه الرابعه. نقول لي سل الكروت المتساويه فيما يلي. طيب عشان اوصل الكروت احلها الاول، لما احلها واطلع الاجابه اوصل. طب نمشي واحده واحده. بيقول لي 30% من 60. بالسحر قالت اي نسبه من عدد، خد العدد اضربه في النسبه واقسم على 100. سهله. العدد في النسبه واقسم على 100، العدد في النسبه واقسم على 100. طيب طبعا هنطير صفر مع صفر وصفر مع صفر، 3 في 6 ب 18. خلصت. يبقى اول واحده 18. تمام. طيب اللي بعدها هنيجي نضرب 12
في 13. طبعا هنحط العلامة ماشي عادي جدا ماشي. طيب هنضرب تعالوا بقى نضرب واحدة واحدة كده مع بعض، نعملها كده على جنب عشان نبقى براحتنا. اضرب 2 في 3 في 6، 1 في 3 ب3، هقول له زائد وصفر عفوا اضرب 1 في 2 ب2، و1 في 1 ب1. تمام. نجمع نجمع. طيب تعالوا بقى نجمع يساوي كام؟ تعالوا نعملها هنا جنبها كده يساوي 6 وصفر هي 6، 2 و3 5، 1 مفيش حاجة ينزل. نشوف العلامة، نعد العلامات، العلامة بعد كام رقم؟ بعد رقم بعد رقم تبقى بعد رقمين، نحط العلامة بعد الرقمين بس، يبقى 1.56. يبقى دي إجابتها 1.56. في أي مشكلة؟ لا. وصلها يلا. بس ثواني أعمل لك هنا علامة الزائد عشان تعرف إن إحنا جمعنا. تمام. يبقى انا ضربت وبعدين جمعت خلاص، وبنقول زائد وصفر، اوعى تنسى زائد وصفر دي عشان بنضرب طبعا الخانه اللي بعديها. يبقى هنوصل دي بدي، حلوه قوي، وهنوصل دي طبعا طلعت ب 18، حلوه قوي. طيب تلت العدد 18، كلمه تلت العدد 18 يا باشمهندس يعني انت المفروض بتقول 18 في تلت، تلت العدد 18، 18 في تلت. طب نضرب 18 في تلت ازاي يا مس صح؟ اضرب 8 في 1 18 في 1 ب 18، 18 على 3 فيها 6، يبقى دي اجابتها 6. تاني قلت لك ربع العدد 12، يبقى هنضرب 12 في 1 ب 12، 12 على 4 فيها 3. يبقى انا بعمل ايه؟ ما بيكون عندك تلت ربع خمس، اقسم على طول العدد على المقام على طول، اقسم 18 على 3 فيها 6، 18 على 3 فيها 6. تمام؟ تمام. خلاص. يبقى انا هضرب 18 في تلت، يبقى 18 في 1 ب 18، 18 على 3 فيها 6. طيب السؤال اللي بعد كده على مس سحر قالت اي مساله اسمها حلها يا باشمهندس بالحساب العقلي. طب ايه هو الحساب العقلي؟ الستة دي واقفة على 1. تمام؟ واعمل عملية المقص على طول وانت مغمض، اعمل عملية المقص. طيب تعالوا نعمل عملية المقص. 3 في 1 ب3 ماشي، 6 في 7 ب42. طب ايه ده يا مس صح؟ ده انا في الاختيارات مفيش 3 على 42. اقول لك يا باشمهندس اي كسر لازم يختصر، لازم من شروط الكسر الاختصار. طب اختصر ازاي؟ ال3 وال42 في جدول ايه؟ جدول 3. 3 على 3 فيها الواحد، 42 على 3 فيها ال14، يبقى انا دي بتساوي 1 على 14. ما دي مفروض هتساوي لي 1 على ال14. تمام. تمام. فيها ادنى مشكله؟ لا. كده نوصل دي ب1 على 14. تمام. نوصلها اللي احنا هنيجي نختصرها، تبقى 1. واحد هيقول لي طب يا مس سحر ممكن تقولي لي قسمت 42 على 3 ازاي؟ اقسم بالشمال، 4 على 3 ها
هي كبيره بس ما فيش حاجه في جدول 3 بتدينا 4. ناقص 1 بقت 3. 3 على 3 فيها الواحد. الواحد اللي انا نقصته حطيته جنب الاثنين بقت 12. 12 على 3 فيها الاربعه. طيب تمام كده. في ادنى مشكله في السؤال الاولاني؟ لا فهمناها. طيب التاني بيقول لي في المستوى الاحداثي التالي حدد النقاط A سالب 5 و3 سالب 5 وسالب 2 5 و3 ثم اكمل المسافه. طيب انا هقول لك تجيب المسافه ازاي قبل ما نحدد النقاط. عشان تجيب المسافه يا باشمهندس عندك طريقتين، لا اما تجيب المسافه من خلال الازواج المرتبه اللي قدامنا، لا تجيب المسافه بعد ما بحدد النقاط على المستوى الاحداثي وبعد الخطوات. طيب انا الاسهل عندك الازواج المرتبه هات المسافه على طول. طب يا مس سحر انا بجيب المسافه من خلال الازواج المرتبه ازاي؟ هقول لك. انا عندي المسافه بين A و B. تمام ادي A وادي B. لازم تلاقي رقمين شبه بعض، لازم رقمين زي بعض. فعلا يا مس سحر ده الاكس بسالب 5 والاكس بسالب 5. خلاص مالكش دعوه بيهم. اعمل ايه بقى؟ اطرح وهات المسافه بين العددين التانيين. انا عندي العددين التانيين اللي هو الواي 3 و2 وسالب 2. طب المسافه اجيبها ازاي يا مس سحر؟ بص بقى يا باشمهندس واكتب عندك في الكشكول. لو الارقام العددين موجب نطرح، العددين سالب اطرح، لان كده كده انت بتجيب القيمه المطلقه. طيب لو عدد موجب زي ما احنا شايفين 3 وعدد بالسالب سالب 2 يجمعوا يبقى 3 و2 5. تاني اما تيجي تجيب النقاط المسافه اجيبها ازاي؟ بجيب المسافه بلاقي عددين شبه بعض، لا الاكس شبه بعضه ولا الواي شبه بعضه. طب اللي شبه بعضه ده ملناش دعوه بيه. هات الرقمين بتوع المحور التاني، الرقمين شبه بعض يعني الاتنين موجب اطرح عشان بتجيب القيمه المطلقه ما بينهم. الاتنين سالب اطرح لاني هتجيب برضو القيمه المطلقه فسهل ان انا اطرح. طب رقم بالموجب ورقم بالسالب في الحاله دي تجمع العددين، انك لما تجيب القيمه المطلقه الاشاره هتتقلب هتبقى زائد. خلاص يبقى 3 وسالب 2 5. طيب شاطر بقى قول لي اللي بعدها. انا عايز المسافه بين A و C. الاي والسي هتلاقي رقمين شبه بعض. يا مس سحر ده 3 و3. طب دول شبه بعض يبقى لينا دعوه بالعددين التانيين. العددين التانيين سالب 5 و5. مس سحر قالت لو الاتنين مختلفين، واحده بالسالب وواحده بالموجب اجمعهم. 5 و2 5 و5 10. فهمنا ولا نقول كمان مره؟ تمام. عددين بالموجب اطرح، عددين بالسالب اطرح، واحد موجب واحد سالب اجمعهم. ولما تيجي تجيب المسافه من اي نقطتين هتلاقي الزوج المرتب بتاعهم في رقمين زي بعض. خلاص لا الاكس شبه بعضه لا الواي اللي شبه بعضه. في اي مشكله؟ طيب نحدد النقاط بقى يا مصطفى. النقطه ايه؟ عندي سالب 5 و3. طبعا سالب 5 ده الاكس، عندي اكس وواي. الاكس بسالب 5 يبقى اروح عند السوالب سالب 5 وهطلع فوق ولا انزل تحت؟ ده بيقول لي و3 يبقى هطلع فوق. ادي سالب 5 و3. اعمل نقطه، حاول ايه اظبطها شويه واسميها ايه، جت كبيره شويه مش مشكله. النقطه بي سالب 5 وسالب 2. ادي سالب 5 يا باشمهندس، سالب 5 اهي وسالب 2 يبقى هنزل عندي سالب 2 وهسميها بي. حلو. سي 5 و3. ال5 اهي هطلع عندي ال3 وهعمل نقطة واسميها سي. ادي الموضوع في منتهى السهولة. يبقى انت بتحدد النقاط، الزوج المرتب من الشمال يا باشمهندس بتقراه اكس وواي، بتشوف الاكس انت بتحدد الاكس انت هتمشي يمة الموجب ولا يمة السالب، والواي هتطلع فوق عند الموجب ولا هتنزل تحت عند السالب. في اي مشكلة؟ لا. طيب اخر مهمة عندي المهمة ال5.
بيقول لي ادخر احمد 500 جنيه خلال 5 شهور متتاليه للتبرع الى احدى الاسر الفقيره. اختر الكارت من المجموعه باء ما يناسبه المجموعه الف. طب نمشي واحده واحده. معدل الوحده لادخار احمد بيساوي كام جنيه لكل شهر؟ سهله جدا يا باشمهندس. هو حوش 500 جنيه في الخمس شهور، يبقى الشهر الواحد بكام؟ نقسم 500 على 5 فيها 100، يبقى انا هختار كارت 100. حلوه قوي. السؤال الثاني 60 من 500. مس سحر قالت اي عدد في نسبه اضرب العدد في النسبه على 100. الله يا مس سحر. طيب هنطير صفر مع صفر ونطير صفر مع صفر اهو، صفر طار مع صفر وصفر طار مع صفر، اتبقى ايه؟ 50 في 6. طب 50 في 6 بكام؟ انزل الصفر و5 في 6 ب30، يبقى انزل الصفر و5 في 6 ب30 يبقى 300. يبقى اخترت البطاقه بتاعت ال 300. حلوه قوي. باقي عندي بطاقتين، يا ترى مين فيهم اللي هتيجي رقم 3؟ بيقول لي باستخدام خط الاعداد المزدوج التالي يكون ما يدخره احمد خلال 9 شهور. اتفقنا يا باشمهندس الشهر بكام؟ ب100. طب 9 شهور يبقوا بكام؟ سهله جدا يا مس صح، 900. يبقى انا عندي هنا ال9 شهور ب900. ادي برضو رقم الف خلصت في منتهى السهوله. يبقى مين الكارت اللي انا ما استخدمتهوش؟ ال 130 ده مش عايزاه. اخر سؤال معايا في اخر مهمه. اكمل الجدول التالي. متوازي مستطيلات بيديني مساحه القاعده ب 42 سنتيمتر مربع، الارتفاع ب5. بيقول لي حجم متوازي المستطيلات. طيب سهله جدا يا مس صح. مساحه القاعده بكام؟ ما هو مدالي تحت اهو ب 42. تمام. مساحه القاعده 42. حلو. طول الارتفاع لسه قايلينه ب5 برضو. حلو. طيب الحجم بيساوي ايه؟ عندك حجم متوازي المستطيلات يا باشمهندس 3 قوانين: طول وعرض وارتفاع، طول في عرض في ارتفاع، حاصل ضرب ابعاده الثلاثه، لا اما مساحه القاعده في الارتفاع اللي هي مساحه القاعده دي اللي هي الطول في العرض. يعني دلوقتي هعمل ايه؟ اضرب مساحه القاعده في الارتفاع. هنضرب 42 في 5. 42 في 5. طيب 2 في 5 ب10. صفر ومعايا الواحد، هحط الواحد على الاربعه. 4 في 5 ب20. 21 يبقى 210 سنتيمتر مكعب. في اي مشكله؟ لا. شفت؟ يبقى انا عندي مساحه القاعده 42، طول الارتفاع 5، حجم متوازي المستطيلات مساحه القاعده في الارتفاع. بكده يا باشمهندسين يا دكاتره خلصنا ال5 مهام بمنتهى السهوله مع مس سحر. مش فيه صعوبه خالص خالص خالص. اتمنى يا رب ان انا اكون وصلت لكم المعلومه. اوعى تنسى الدعوه الحلوه اللي من القلب لمس سحر. اشوفكم في فيديو جديد، وان شاء الله هيبقى الفيديو اللي جاي كله مراجعات وحاجات سهله جدا جدا جدا. وان شاء الله هعمل لكم فيديو مخصوص عن الاحجام وعن الهندسه كلها. اشوفكم في فيديو جديد، ولو عجبك الفيديو اوعى تنسى اللايك والاشتراك في القناه. باي باي، مع السلامه.